اهلا وسهلا، كي دايرين؟ كنتمنى يا ربي الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم واحد الوصفات اللي هما ساهلين وكيوجدوا بسرعه والمذاق يا سلام. اول حاجه غنشارك معكم واحد الحليله اللي كتجي بنينه ويعني دغيا دغيا كنوجدوها، وغنوجد معكم الطريقه ديال تحضير بوزروك اللي لا جربتوا هاد الطريقه انا متاكده غتبقى عندكم معتمده. وصافي واحد الخبز البنات ولا خوتي، واحد الخبز ما فيهش الدقيق، وعرفتوا راه مشبع وعامر بالبروتين، كيشبع وصحي 100%. اول حاجه كما شفتوا غنحتاجوا القزبر والمعدنوس والكرافس والبصله ومطيشه. غنشحر هاد العظيمات هادو في الزيت، زيت العود. غنشحرهم مزيان حتى كيطلقوا داك المذاق ديال الحيمه، واخا ما فيهمش اللحم، ولكن داك المذاق ديال القلي، فهمتوا؟ يعني فهمتوني شنو بغيت نقصد. كنضيف العدس واحد الكميه ديال نص زلافه، وهنايا كما شفتوا غنطحن القزبر والمعدنوس وغنطحن الكرافس وغنطحن مطيشه والبصله. وبالنسبه للتوابل كنحتاج الخرقوم، شويش ديال راس الحانوت اللي فيه التحميره واحد شويه، وغنحتاج كذلك البصل ومليحه. هنايا من بعد ما طابت الحليله بطبيعه الحال، راه ماشي هنايا غنعمل الدقيق، يعني حتى طاب ليا العدس والمسائل الاخرين. هنايا انا الحمص ما درتوش يعني طري، درته طايب. هو اللي كان عندي، حيت انا الحليله كتجيني الحاله عليها في اخر لحظه، وكنستعمل الحمص المعلب. المهم هنايا كما شفتوا انا خدت 3 ديال المعالق د الدقيق، غنعملهم في هاد اللاطه ديال الحمص نيت. غنخلط مزيان مزيان حتى ما كيبقاش في داك الحبيبات ديال الدقيق. والحمص كون ديجا غسلته مزيان باش نضيفه. انا كنضيف الحمص والدقيق في خطره واحده، وغنضيف ديك العلبه ديال مطيشه سوليس، هاد الماركه ديال مطيشه المعلبه ولا اللي عندكم. هنايا غنضيف واحد الكميه ديال الشعريه، مقدار ديال كاس العنبه ديال الشعريه، انا كتعجبني الشعريه في الحليله بزاف. وغنضيف كذلك داك الدقيق اللي خلطته مع الماء، ومن بعد غنضيف مطيشه كامله باش كتعطي داك الحموضه ديال المطيشه. هادو هما المكونات اللي كنا كنعرفوهم د الحريره، ولكن كل سبحان الله كي كتجيو الحريره يعني يقدر الواحد يديرها ماشي فحال كل ويدو. السمن انا كنحماق على السمن، ولكن ما كانش عندي. دابا غنقص على البوطون ونخلي داك الشيء حتى كيطيب على خاطرو. بالنسبه للدقيق باش ما تنفخ لكمش يكرشكم. وبالنسبه للخبز البنات ولا خوتي اللي قلت لكم غنحضر معكم واحد الخبز اللي صحي وبنين، عرفتوا راه كيشبع، تاكلوا غير طريه بقى تشبعوا. انا كنحماق على الخبز مع الحريره، انا من النوع اللي عشاق الخبز مع الحريره من دائما. وقلت غنعمل هذا الخبز بعدا باش ما يغلظنيش، وباش يعني الانسان شحال ما اجتنب الخبز مزيان. هذا راه اللي غندير معكم ما فيش دقيق. غنحتاج 5 د المعالق زريعه الكتان. غنحتاج 5 د البيضات كبار، انا هنايا البيض كان حجم صغير درت 6. وغنحتاج الخميره د الحلوى، غنقص منها شويه. غنطحن هاد زريعه الكتان وغنضيف لها البنات بياض البيض، ما غنديرش الصفر، غير بياض البيض. غنخلط مزيان في المولينكس وغندير في واحد المول بحال هكا. انا الصراحه في هذا اللي درت فيه كبير شويه، ومن الاحسن يكون حجم صغير باش تنفخ لكم الخبز ديالكم. ولكن انا ماشي مشكل، درته في هذا اللي كان عندي اصغر حجم، هو هذا اللي كنعمل فيه الكابسالون للدراري، ولا فاش كيبغيو فاش كنطيب لهم شي حاجه كتبقى سخونه في هذا. غندخلو الفرن لمده ديال 20 دقيقه، درجه الحراره 180. غنشعل من التحت والفوق، كيجي كيحمق. هنا غنضيف له شويه الزرارة هكا من الفوق. فاش طحنت بياض البيض وطحنت هذا زريعه الكتان، ضفت له واحد نص الخميره ديال الحلوه وشويه ديال الملحه. هادو هما المكونات ديال الخبز. هنايا من بعد ما خرجته من الفرن، عرفتوا راه ما تشبعوش منه، تاكلوه هكاك بلا والو. المهم الا بان لكم شي صوت غريب، راه ولدي كيغوت حيت كيلعب فورتنايت. هانتوما شفتوا راه كيجي رطيب ومن الفوق كيجي مقرمل. صراحه كيحمق والله البنات، غير جربوا هذا الخبز راه ترحموني عليه. كما قلت لكم الا كان عندكم المول كبير ديروا الدوبلي، انا عملت هنايا في هذا. المهم هنايا غنعمر البطبوط، غندير الكورنيشو، الخيزو محكوك، الزيتون، الطون والبيض كيتسلق، ونعمل هاد بوكا ديال المار، ما عرفتش كيفاش كيقولوا له.
غنخلط هادشي مزيان، غنضيف له البيض والمايونيز، حيت حنايا الامهات الله يكوف لينا في العوان، حيت كلش كيبغي اللي كيقول لك ماما بغيت البطبوط معمر، ها اللي كيقول لك انا خصني هادي. ايوا كنبغيو نسعفو، كنعملوا الخاطر لكلشي، والله يسمح لنا من الوالدين. هادشي اللي غيقول الواحد وصافي. المهم انا غنبقى نقطع في هادشي، وغنضيف البيض المسلوق اللي ديجا هو كيتسلق، وغنخلط بالمايونيز. هنايا ضفت واحد الكميه د المايونيز، بيد ما غنضيف البيض وغنزيد نخلط مزيان المكونات ديالي. ونسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، ما تنساوليش هي اللايك والتعليق زوين. هاد الجمله ضروري ما تقال في وسط الفيديو ولا بدايه الفيديو، واليوم قلت لكم حتى لوسط الفيديو. صافي كما شفتم بعد ما ضفت البيض خلطت مزيان. انا هاد الحشوه كتعجبني بزاف، كتجيني منعشه. هنايا غنعمل بوزروق، البنت اللي طلباتو لي كتحمق عليه كتسطى عليه، غنعملها واحد الطريقه المعروفه بها انا، هذه هي الطريقه ديالي. غناخذ واحد البصله غنحكها، ممكن تشلضوها، انا هنايا حكيتها، وغنضيف لها واحد 3 ديال دروسه د الثومه، وغنضيف واحد شويه ديال الزيت. هنايا هذا بوزروك ما نعملوش الملحه. وبالنسبه للبوزروك فاش كنفتح داك الباك ولا داك الباكيه راه كنخليه في الملحه حتى الا كان فيه شي رمله ولا ديك الرمله ديالو يعني كتحيد، كنخليه واحد المده هكا في الماء، مده ديال 5 دقائق، كنبقى نخلطو مزيان حتى كنزيل منه كلشي داك الرمله ماشي رمله، المهم داكشي ديال البحر. وصافي كما شفتوا غنحك البصله ديالي، كتعطيها واحد البنه فنه لهاد بوزروك. انا البنات راه من النوع اللي كنحماق على الكوزينه، كيعجبني نطيب، ماشي من النوع زعما اللي كنعكز على كرشي، اي حاجه نشهاها كنوض نديرها، زعما كيعجبني الكوزينه نطيب. هنايا غنحط داكشي فوق البوطه وغنبقى نخلط كما كتشوفوا معايا. غنضيف ضفت شويش د الملحه، شويه وصافي في داك البصله، حيت غسلت مزيان داك بوزروك، خليته بزاف في الماء واحد 5 دقائق وخلطته مزيان، خرجت منه داك المهم داك الملوحه د البحر وكلشي. هنايا من بعد ما البصله ديالي كتاخد هاد اللوين هذا، يعني كنعرفها راه بدات كطيب، غنضيف بوزروك غنضيفو، ومن بعد غنغطي عليه ونخليه كيطيب غير بداك الفابور ولا داك البخار ديال البصله وهاد لاصوص. عرفتوا راه نسيت ما درتش الربيع، دابا عاد كنرد البال انني ما درتش الربيع. ماشي مشكل، البزروك تنكل وما درناش معدنوس ماشي مشكل، هو كيضيف لواحد النكهه زوينه، ولكن الغالب الله. دابا غنبقى نخلط داك المكونات ديال البصله وداك لاصوص ديال البصله، واو باش كيدخل داك المذاق في البوزروق. صافي كنخليوه، راه هو دغيا كيتفتح، غير كيتفتح كتدخلوا داك لاصوص. صافي كنعصروا عليه الحامض ولا الليمون. هنايا دابا تشوفوا معايا بعد ما غطيته ميم با 5 دقائق راه تفتح كله. ودابا عاوتاني غنبقى نخلط باش داك لاصوص نعرف انها دخلت مزيان في داك في بوزروك. هنايا غنضيف نص ديال حامضو، غنضيف نص اخر. بالحق خصكم تطفيو على البوطه، هنايا انا طفيت على البوطه. وصافي هادو هما الوصفات اللي حضرت معكم اليوم، وهذه هي المائده ديالي البسيطه الجميله اللي درت اليوم. الخبيز مع الحريره انا كنحماق عليه، وكاين اللي بغى البطبوط، كان درت الحوت ما صورته لكم شي، بقى نقلي في الحوت. واثناء اللي كنت كنطيب الخبز درت الفلفله في الفران كتعجبني انا. ايوا هذا الشيء هو الموجود هذا النهار. هادو هما الوصفات اللي حضرت معكم، كنتمنى يا ربي ينالوا الاعجاب ديالكم. غنقول لكم خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.